مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة، يقدمها لكم محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس السيسي يعود إلى البلاد من جنوب إفريقيا. تدريب المزارعين لإعداد السماد الطبيعي في بارنتو. تأهيل الشباب في الإدارة والقيادة في الإقليم الأوسط. النيجر تعطي الضوء الأخضر لجيشي بوركينا فاسو ومالي للتدخل في أراضيها. مناورات استراليا فلبينية في بحر الصين الجنوبي. والحرائق تخلف قتلى وحرائق في اليونان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عاد إلى البلاد بعد ظهر اليوم الرئيس السياسي أفورقي بعد زيارة لجمهورية جنوب إفريقيا منذ 22 من أغسطس، وألقى الرئيس السياسي أفورقي كلمة في اجتماع الدول الشريكة لمجموعة بريكس، والذي انعقد يوم 24 من أغسطس بمدينة يوهانسبرغ بحضور 65 رئيس دولة ومنظمة دولية وإقليمية، موضحا موقف إريتريا من النظام العالمي الحالي ذو القطب الواحد والغير عادل وانعكاساته المدمرة. والتقى الرئيس السياسي أفورقي على هامش الاجتماع برئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ورئيس وزراء تشاد صالح كيبزابو ووزير خارجية روسيا البيضاء وفنزويلا، وبحث معهم تطوير العلاقات الثنائية والتعاون والقضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الرئيس السياسي أفورقي في لقائه مع الرئيس سلفا كير ميارديت ورئيس وزراء تشاد صالح كيبزابو سبل الدفع بالجهود التي بدأتها دول جوار السودان لإيقاف الحرب. حضر اللقاءات وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وسفير إريتريا في جنوب إفريقيا السيد صالح عمر، كما قام الرئيس السياسي أفورقي والوفد المرافق له بزيارة المؤسسات المتواجدة في ضواحي مدينة يوهانسبرغ. عقدت وزارة الزراعة سيمينارا للمزارعين في مديرية بارنتو بشأن تحضير الأسمدة الطبيعية. وقال مسؤول تنمية السدود والمجاري التحويلية في مديرية بارنتو المهندس برجا وردي أن الأسمدة الطبيعية هي مورد طبيعي أساسي لضمان الأمن الغذائي الآمن والمقذي، وحث المزارعين لاتباع الطرق التي تتبعها وزارة الزراعة لكونها الأفضل في خفض الوقت والمواد المستخدمة. ونصح خبير حماية التربة والمياه في مديرية بارنتو المهندس أزيكيا الفيو أصحاب البساتين لتخصيب التربة ورفع الإنتاجية باستخدام السماد الطبيعي. وقال المهندس أزكيا أن استخدام المزارعين للأسمدة الطبيعية يمكن أن تكون له نتائج سلبية على الإنتاج الزراعي ومحتوى التربة إذا لم يرافقه إرشاد المهنيين الزراعيين. وحث مدير مديرية بارنتو بالإنابة السيد يماني محاري وزارة الزراعة لتنظيم الدورات التدريبية للمزارعين في المناطق الأخرى بعد النظر لنتائجها على أرض الواقع. وأكد المشاركون ضرورة تنظيم برامج تدريب مماثلة على نطاق أوسع. نظم الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع الإقليم الأوسط دورة تدريبية ل 141 طالبا من 22 مدرسة ثانوية في الإدارة والقيادة لمدة أسبوع. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد في الإقليم السيد سامسون كفلي في مراسم التخرج في 25 من أغسطس أن المتدربين تلقوا في السابق التدريب المهني ودورة الكادر، وسيعملون مع الجهات الإدارية وإعلام الاتحاد. وحث مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط السيد إيوب آرآيا المتدربين على إدراك دورهم الريادي في جميع برامج التنمية والبنية التحتية. ودعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح مدين في المناسبة الشباب على فهم أنهم رسل التغيير لتنمية وازدهار البلاد. وتعهد المتدربون بالقيام بكل ما هو مطلوب منهم في تدريب أقرانهم. نظمت في 18 من أغسطس بقاعة عد بقيعو بعد دخالها ندوة لأصحاب المرافق الخدمية تركزت حول العلاقة الوطيدة بين العمال وأرباب العمل. وقال مسؤول وحدة العمل في فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي السيد رزاني والأملاخ أن الهدف من الندوة هو القيام بأعمال جادة لإرساء العلاقة الآمنة بين العمل وأرباب العمل، مذكرا بضرورة توظيف العمال وفق اتفاقية واضحة بين الطرفين، موضحا في الوقت ذاته ضرورة التزام الطرفان بقانون العمل في حال نقض الاتفاقية من أحد الطرفين. وذكر مسؤول الرقابة في فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي السيد صالح الديش تنفيذ أعمال الرقابة على المرافق الخدمية وأصحاب المؤسسات أيضا،
داعيا لتوخي الحذر فيما يتعلق بآلات العمل للحلول دون تعرض العمال للخطر. وفي الختام قدم المشاركون آراء بناءة تتعلق بسبل تنفيذ آليات عمل مهمة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعطى الانقلابيون العسكريون في النيجر الضوء الأخضر لجيشي جارتين بوركينا فاسو ومالي للتدخل في النيجر في حال تعرضت للعدوان. وجاء هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفا رومبا ونظيرها المالي عبد الله ديوب لنيامي، حيث استقبلهم الجنرال عبد الرحمن تشيهاني. وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجرية عمر إبراهيم سيدي بيانا نقل فيه عن الوزيرين ترحيبهما بأوامر أصدرتها نيامي وتسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان. وبرز دعم هذين البلدين لجارتهما، خصوصا بعد تهديد وجهته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس بالتدخل عسكريا ضد الانقلابيين في النيجر. وفي أعقاب هذا التهديد وجهت الدولتان تحذيرا لإيكواس من أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب، وهو ما كررته على لساني وزيريهما. أجرت القوات الأسترالية والفلبينية مناورات بالقرب من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وقال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس أنها تقدم مثالا شديد الأهمية على التعاون الوثيق. وتنشر الصين المئات من السفن التابعة لخفر السواحل والبحرية للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي الذي تؤكد أحقيتها بالسيادة عليه، على الرغم من قرار دولي يؤكد أن موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني. وأجريت التدريبات المشتركة في قاعدة بحرية على بعد حوالي 240 كيلومترا شرق سكاربورو شول بعد فترة توتر محتدمة مع الفلبين. وأضاف ماركوس الذي حضر التدريبات إلى جانب وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز أنه أحد المكونات المهمة لدى استعدادنا لأي احتمال. وحاكت التدريبات الجوية والبحرية والبرية استعادة السيطرة على جزيرة خاضعة لسيطرة عدو. يكافح المئات من رجال الإطفاء في اليونان للسيطرة على حرائق الغابات الكبرى المشتعلة دون توقف لليوم السادس على التوالي، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا. واستمر حريق خطير في جبل بارنيثا بالقرب من أثينا في أكبر غابة مجاورة إلى العاصمة، مما يهدد الحديقة الوطنية لليوم الثاني. وخلفت الحرائق سيارات ومنازل وأراضي محترقة في أرشار نيس. وكانت الجبهة الأكبر في الشمال، حيث شكل الحريق الضخم الذي اندلع بالقرب من مدينة ألكسندروبولي الساحلية جبهة موحدة يزيد طولها عن 15 كيلومترا. واندلع حريق ثالث كبير في بيوتيا شمال أثينا، حيث نجا دير هوسيوس لوكاس البيزنطي المدرج على قائمة اليونسكو الذي يرجع تاريخه إلى 1000 عام من الدمار. في الخبر الأخير، افتتحت النرويج أكبر محطة عائمة لطاقة الرياح في العالم في بحر الشمال، وهي تكنولوجيا ناشئة تعد واعدة للانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة. وتضم محطة هايوان تامبين 11 توربينا ينتج كل واحد منهما ما يصل إلى 8.6 ميجا واط، مما يوفر حوالي 35% من حاجات 5 منصات مجاورة للنفط والغاز. وبدأت المحطة الواقعة على مسافة نحو 140 كيلومترا من الشاطئ الإنتاج نهاية العام الماضي، لكنها افتتحت رسميا بحضور ولي العهد النرويجي الأمير هاكون ورئيس الوزراء يوناس غار ستور. وعلى عكس توربينات الرياح البحرية المثبتة بقاع البحر، فإن التوربينات العائمة مثبتة بفضل نظام الرسو، وهذا الأمر يجعل تركيبها ممكنا في المياه العميقة وبعيدا من الساحل، حيث تكون الرياح أكثر انتظاما وقوة إلا أنها أكثر كلفة. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس السياسي يعود إلى البلاد من دولة جنوب إفريقيا. تدريب المزارعين لإعداد السماد الطبيعي في مدينة بارتو. تأهيل الشباب في الإدارة والقيادة بالإقليم الأوسط. النيجر تعطي الضوء الأخضر لجيشي بوركينا فاسو ومالي للتدخل في أراضيها.
مناورات استرالية فلبينية في بحر الصين الجنوبي. والحرائق تخلف قتلى ودمار في اليونان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.